صديقي صباح الفل واهلا بيك في قناة سرايا عابدين للأحجار. الأحجار الكريمة عالم وبحر كبير، ولو أنا مش عاوز أشتري حجر بالكريم بشهادة علشان يقلل معايا سعره أو يقلل معايا تكلفته، لكن محتاج أشتري حجر كريم يكون مضمون، وأنا مش شخص متمرس في الأحجار، إزاي أفرق بين الحجر الكريم وبين الإزاز بسهولة؟ لسه ما وصلناش لدرجات الأحجار الكريمة ومراتبها الأصلية. هنعتمد على قاعدة بسيطة جدا، ألا وهي قاعدة الCS. والقاعدة دي عبارة عن 4 أشياء بنفرق بيها الحجر الكريم من الإزاز، وهي الشكل والوزن الحسي، ودي قاعدة أنا ضايفها بجانب ال4 أشياء، والتقطيع والكاليرتي أو الصفاء أو وجود الشوائب في الحجر. وزي ما قلت لك مش لازم أكون أنا شخص متمرس في الأحجار علشان أشتري الأحجار الكريمة. ونقطة كمان مهمة أوي اللي أنا أقولها لك، إن الحجر الكريم له وزن وثقل، مش وزن حسي وبس، لا، الحجر الكريم له شخصية. الحجر الكريم لازم يشد عينك ويلمس قلبك، لو ما حصلش كده ما تشتريهوش حتى لو كان حجر كريم، لأن مش هيبقى لك فيه النفع. تعال كده نشوف مثال. دي مجموعة من الأحجار الكريمة يا صديقي، وهو حجر السعادة، حجر البلو توباز، بلاش دعوة بده سترين، هنتكلم عن الأزرق بدرجاته. ودي مجموعة من أحجار الزيريكون أو الزجاج. هنختار حجر يكون شبيه لده، طبعا أنا مجهزه علشان نقصر الفيديو، ده كله إزاز، ده حجر إزاز. هنختار نظيره من البلو توباز، وليكن ده نفس المقاس. هنصعب الأمر، نختار كمان واحد، ونختار كمان واحد يكون نفس المقاس. كده معانا حجر من الإزاز و3 أحجار من البلو توباز، ونعمل كده زي ما كنا بنعمل زمان. ونقدر إزاي هنفرق بين البلو توباز وبين الإزاز بالاعتماد على نظرية الCS، وهي الشكل والتقطيع واللون والوضوح والوزن الحسي. ودي نقطة أنا أضفتها. الفيديو قدامكم والأحجار قدامكم بقالها فترة، أعتقد دي كانت فرصة نعرف فيها البلو توباز من الإزاز، وأنا بقول لكم إن ده الإزاز. طيب عرفنا إزاي يا بوبوش إن ده هو حجر الإزاز وإن دول البلو توباز؟ أولا إن الأحجار الكريمة هتلاقيها متقطعة بالشكل الفاسيت، الشكل الكريستالي اللي بيدي زي المجوهرات. لو هنلاحظ ان الازاز التقطيعة بتاعته بسيطة قوي على الواسع، شوف التقطيعة هنا عاملة ازاي، كريستالية قوي وضيقة. اما الازاز فهو تقطيعته بتكون واسعة قوي. ثانيا الملمس، ده ازاز وده ازاز، لو باعتبرنا ان هما زي ملمسهم الاتنين زي الازاز، الا ان الحجر الكريم بيكون له ملمس ناعم وملمس سلس عن الازاز. ثانيا شوف الازاز بصم بسرعة، بصماتي باينة عليه بسرعة عن البلو توباز او الحجر الكريم الاصلي. تالت حاجة هتلاقي ان دايما الازاز ما فيهوش سماكة. الحجر الكريم دايما بيكون له حاجة بنسميها احنا القمع، بتلاقيه عالي. علشان كده مش كل الخواتم او قطع الحلي بنقدر نشيل الازاز اللي عليها ونركب لها حجر كريم بسبب السمك بتاع الحجر، بخلاف الالوان الواضحة الزاهية الربانية في الاحجار الكريمة، بخلاف الانكسار الضوئي، بخلاف المقياس كمان الخاص بالاحجار الكريمة. نقطة مهمة عاوز اقولها لسيادتك، الا وهو الوزن الحسي للحجر. دائما يا صديقي هيكون الحجر الكريم له وزن اتقل من الزجاج بكتير. فده حجر البلو توباز
هنلاقيه بحجم 12 قيراط. لو حطينا الزجاج هنلاقيه بحجم 6.5 قيراط، يعني الحجر الكريم بيكون أتقل الضعف من الزجاج. طيب نشوف حجر كمان من اللي في ايدينا، 14.5 قيراط، كلهم نفس الأحجام. 10.5 قيراط، رغم ان ده حجم قليل شوية الا انه وازن. نشوف الازاز تاني، 7 ل7.5 قيراط. اذا هنا الوزن الحسي للحجر الكريم بيكون دايما اتقل من الزجاج. واخيرا وليس اخرا يا صديقي، طالما دخلت عالم الاحجار الكريمة ونويت تشتري احجار، وانت بتشتري الحجر الكريم حتى وانت متأكد ان هو اصلي بنسبة 1,000,000%، لو الحجر الكريم ما شدش عينك وخطف قلبك ما تشتريهوش، لان بالتالي مش هيبقى لك فيه منفعة. وانت بتلبس الحجر الكريم لأمرين مهمين، الزينة والمنفعة بشكل عام. وتذكر ان الحجر الكريم بينادي على صاحبه، هو اللي بيختارك مش انت اللي بتختاره. لو الحجر الكريم ما اختاركش وشد عينك وخطف قلبك ما تشتريهوش. أما بالنسبة لفوائد البلوتوباز المسمى أو الملقب بحجر السعادة فهنعمل ليها فيديو لوحده بعد ما تشتركوا في قناتي قناة سراء عابدين وتعملوا شير ولايك للقناة. أشوفكم دايما على خير.